يا دكتور، في ناس كتير بتسألنا عن الكبسولة بتاعت السيليكون اللي بتتكون، فممكن حضرتك تقول لنا معلومات أكتر عنها؟ أي حشوة أو مادة خارجية أو غريبة عن جسم الإنسان بتتحط جوه الجسم بيعمل رد فعل ليها، بيحوطها بغلاف. بيبقى الغلاف ده مكون من أنسجة ليفية عشان تعزله عن بقية أنسجة الجسم. المفروض في حشوات السيليكون في الصدر الغلاف ده بيبقى غلاف رقيق مش محسوس، بيبقى محوط الحشوة بتاعت السيليكون بس الواحد ما يقدرش يحسه من بره الجلد. لكن في بعض الأحيان الغلاف ده بيبقى سمكه كبير أو زايد أو بيبقى أنشف من الطبيعي. بنقسم الدرجات بتاعة الغلاف ده ل4 درجات. الدرجة الأولى اللي هي الدرجة الطبيعية، بيبقى الغلاف رقيق مش محسوس، شكل الصدر بيبقى طبيعي خالص. الدرجة الثانية الغلاف ده بيبتدي ينشف شوية، يبقى أنشف من الطبيعي. الدرجة الثالثة الغلاف بتزيد السماكة بتاعته، بيبتدي يقلص الحجم بتاع حشوة السيليكون، بيبتدي يضغطها، فهنا بيبان ان الشكل مختلف. يعني لو اتعملت الكبسولة دي في ناحية معينة بتبقى مختلفة عن ناحية الصدر التانية. الدرجة الرابعة بقى بتبقى الكبسولة ناشفة وبيبقى الشكل مختلف، زائد ان هي بتبقى مؤلمة. طيب لو حصلت الكبسولة دي ودي واردة الحدوث، يبقى في تعامل مختلف بالنسبة للدرجات بتاعة الكبسولة. يعني أول درجتين اللي هي الكبسولة مش محسوسة خالص، دي نقدر نتعامل معاها عن طريق المساج، ده ممكن يفك الكبسولة. في بعض الأدوية برضو ممكن لو أخدناها تخفف من الحدة أو بتخفف من السماكة بتاعة الكبسولة دي. لكن الدرجة الثالثة والرابعة دول الحل الأمثل ليهم استئصال الكبسولة نهائيا. برضو تعتبر حل جراحي، بس طبعا مش زي العملية الأولانية. مجرد من احنا بنقشر الكبسولة الناشفة دي من السيليكون ونقدر نحطه تاني في الصدر، والنتيجة بتبقى مرضية إن شاء الله.